السلام عليكم. احنا عائلة المرحوم الساخي حسان كنطالبوا بكارطية ودنا اللي قلعها من الدولة ولا بغات تردها لنا. هي المعين الوحيد اللي كانت عندنا. انا عندي جوج سركة، واحد عنده تشمع الكبد ودائما كنعاني به، وهي المعين الوحيد اللي كانت عندنا. كانت مصروفنا وكنا نخلصوا بها ياسر المسائل. وراعى الوثائق مباشرة من توفى الأخ، مشى الأخ ديالي الكبير ودفع الوثائق، رعاهم طلبات، رعاهم دفعهم. ودخلت في حوار معاهم نص شهر واحد وانا معاهم كل خطره كيقول لي هاد السيمانه لدرجه انني التزمت لاحد المنتخبين ومشى عند السيد الكاتب العام وطلبوا ورغبوا على اساس باش تحول الكارطيه. صيفطني عنده، كنمشي 5 الخطرات كندخل عنده، كي يدخل عنده الكاتب ديالو كيخرج كيقول لي دير تكلمت مع الرئيس راه اليوم تحول، اليوم غدا حتى الاخر لحظه في الباساسيون. علمت الباساسيون جيتهم البيرو انا وخواتاتي على اساس باش تحول الكارطيه. والمندوب السابق قال هذا المندوب اللي قدم استقالته بان الكارطيه غادي تحول من شهر واحد حتى تصور الوضعيه. اذا به في السيمانه اللي زيت عنده كانت تفاجا كيقول لك اودي الكارطيه راه مشات لكم. فين سمعت بهذا الخبر ديال الكارطيه التجأنا الى اعتصام مفتوح امام مقر العماله. كيجونا المسؤولين كيقولنا فين كنتم، وهالوثائق كتثبت باننا من السيمانه الاولى فاسمت الاخ ديالي الله يرحمه وحنا كنطالبوا بهذه الكارطيه. وكاين عرف كيقول بان الكارطيه ديال 96 ان في كيموت احد افراد هذه العائله كتحول مباشره لاحد افراد العائله ديالو. وكنطالب من المسؤولين ومن جلاله الملك بان المندوب السابق انه دار خروقات خطيره في الانعاش الوطني، كنطالبوا باش يتحاكم، لانه اخر دليل على ذلك الكارطيه هذه اللي احد اعضاء السلطه كيقول لك بانه دار تخربيق هنايا. لان الانسان الا دار تخربيق ومشى وما تحاكم رانا اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، وهذا راه غير منطقي. ورانا رازعين راه دايرين معاهم 3 ايام باش نوقفوا الاعتصام على التدخلات بعد المنظمات الحقوقيه. ونهار الاثنين ان شاء الله راه غادي نديروا اعتصام اكثر من هذا اللي الاول، لان كان الناس السلطات بان الحق ديالنا راه ما غادي يسمحوا فيه، ولو يديروا اللي بغاو يا حيين يا ميتين.